المواجهة بين العمل الصحفي فيها ثلاثة. فيها المواجهة بين العمل الصحفي لأن سي المهداوي لسان كل الصحفيين الذين لا ينبطحون وما كيستغلوش المهنة ديالهم لبلوغ دنيا يصيبونها. أنا اللي كنعرف عليه هو هاد الأمور هذه، لسان كل الصحفيين. كتعرف الصحفيين ينقسمون إلى أقسام، منهم صامتون يظهرون بين الفينة والأخرى واحد شوية محتشم، ومن بينهم مع الأسف بعض الصحفيين الذين يتخذون مسارات قد لا تظهرهم بأنهم يقولون حقائق تنفع وتصيب أكثر مما تسيء، وصحفيين يعملون بجد وعندهم علاقات يحصلون على وثائق تفيد هذا البلد، وخصوصا الوثائق التي تدين بالفساد أو بالسير الغير العادي للسياسيين وخصوصا الحكومة كشكل كشخص ماشي فيزيك ولكن مغال، لأن الحكومة شخص معنوي، شخص معنوي. وخصنا احنا كمواطنين اللي متبعين جميع أطياف الصحافة، لأن المغاربة وخصوصا واحد السن راه يتبعون جميع أطياف الصحافة كما كانت، وخصهم الرد ماشي الصمت. يؤسف أننا أصبحنا ندفع ببعض الصحفيين دفعا نحو ما يسمونه مواجهة، وكتنحاني إلى منحنى الشخصنة من بعض الأطراف. هنا حميد المهداوي ملي كيخرج أنا براسي كنتسنى ما يفيد، ملي كيبدا يتكلم على شي حاجة ولا شي حاجة، إما كيتصل أو كيجيب وثائق وبلا ما نشوفوا حنا ديك الوثائق، حيت ملي تيخرج راه ناس اخرين اللي تقاسوا او غيستافدوا من عدم وجود الوثائق راه حاضينه، وبالتالي هذيك الوثائق ملي تيقولها على الهواء راه مسألة مفروغ منها، راه بحثها وعنده تا هو مستشارين ديالو، عنده ناس كيبحثوا معاه وخرجها هذا. حنا عندنا حق الرد، هو دائما يقول وبالدلائل التي يضعها أمامه كيطلب حق الرد من جميع السياسيين. احنا ماشي دولة بوحدنا في العالم اللي كنتاخذوا بعض القرارات الصائبة وبعض القرارات الغير الصائبة بجوج. القرارات الغير الصائبة نشوفها الجيران تدوي ترعف عندهم صحافة منبطحة، صحفيين الأغلبية ديالهم ديال الأغبة. والدول اللي كتحشم على أعراضها حدانا الجارة نشوفها الجيران، ها اسبانيا ها السينيغال، اللي غيقول لك لا اسبانيا ها السينيغال، مسيسين ويحترمون انفسهم ويحترمون الصحافة، وخا يوم ما يطلعوا وينزلوا معاهم باش ينوضوا حرب أهلية ولا شي حاجة، لا ما يمكنش. كينتخبوا على الرؤساء هما الرئيس بكل أريحية، والدليل على أن عبد الله يواد، اسمح لي الا قلت لك هذا المثال، عبد الله يواد كان بغى بدا كيفرش لولده باش يدير الرئاسه سميتو الوراثيه، وناضوا ليه الناس ديال السنغال وكانوا مؤثرين في القرار. يؤثرون لان الشعب وعنده صحافه ديالو. هذا الشعب شكون؟ الصحافه كلها راه كتدوي باللسان ديالو، كتدوي باطياف المواطنين ديال ذاك البلد، وهما غاديين. الرئيس نجح باقي صغير، ما كان اعتراض. شي كيفاش كتكون الامور، وما كاين غير الدق. حنا مع الاسف ما كندخلوش للصحافه الدوليه كنقراو هذا، خصوصا السنغال. راه عرفتي الصحفيين عندهم وكيرد، كاين الرد المكتوب اللي كيجي من المسؤولين، ملي كيدويو على مؤسسه ولا كيدويو على وزاره، الوزاره كتجاوب.
حنا لا، حنا مع الاسف كناخذوا الامور شخصيه وكنشوفوا شي حويجات اللي لا مجال لذكرها وصدقنا في بعض النرفزه وبعض سميتو على الهواء. هذا الشيء حنا بعاد عليه، واللي كيتنرفز حنا راه كناخذوا منه واحد لا ديستونس كيما كنوعوا. اللي ما عجبوش يكون سياسي يعطي السياسه اتساع، اللي ما عجبوش يتلقى الانتقادات يعطي السياسه اتساع. انا كنت قلت لك في برنامج سابق اللي لبس الجبه ديال السياسي اذا راه طلع للقاعه يشطح السياسه، واللي بغى يشطح مع السياسه يلبس هو الجبه، ما عجبوش يحيدها ويبعد الاتساع. ما يبقاش الانسان يستغل الوضع السياسي ديالو والمنصب السياسي ديالو في ذاك الموقع. وراه كاين التاثير، هو صحفيين تيهضروا على التاثير وعلى التاثير، وهذا راه كاين بين السطور. انا نروض الاداره وكنعرف اش كلشي، كنعرف كلشي القانون كاين التاثير على القضاء، ماشي التاثير على القضاء، كاين شويه ديال اللقاءات وهذا، ولكن نأسف ان المعطيات اللي تحطت قدام الكتاب اللي تحط في المسطره وتحط قدام القضاء، وانا كنطيق في القضاء وكذلك ضباط الشرطه القضائيه. القضاء راه حكم بهذه المساله ومازال مراحل التقاضي. مراحل التقاضي راه كاينه دابا، كاين الاستئناف ومازال لا كاساسيون. هذا ماشي حكم نهائي. حنا دابا غير هذا هذه المهم جدا. هو حنا غاديين كمواطنين وكمسؤول مثلا اللي كيمثل واحد الوزاره وداروا هاد الدعوه المتابعه، احنا غاديين الانتخابات، راه ما بقى لنا والو انتخابات. شنو الهدف؟ شنو زعما اي واحد تكلم؟ شوفوا الصحافه كي دايره في الامريكان وعلى برا وعلى هادي وعلى هادي، شوفوا الناس الشعب المواطن على برا اش كيدير مع السياسيين. راه كيضربوه بكاطو وحلوى، راك شتيهم ما كيديروا ليه والو، بالعكس كيعيط ليه وتيقول له شنو هذا ويشرح ليه هذا. ربما يكون حتى هو تابع ديك الصحافه اللي سوقها خاوي ولا شي حاجه، وهادشي كاين. وديال التروطوار والصحافات هذا يكون عقله شويه كيعيط ليه ويستقبلو وكيسمح ليه بصدر رحب، وكيتلقى واحد الرساله، واحد الميساج من عند المواطنين كبير وكبير بزاف. حميد المهداوي هو صحفي معروف على الصعيد الوطني، وبإمكانه أن لا يكون وطنيا. أنا واحد السيد تلاقى معايا قال لي وسي المهداوي معروف وهذه وراه كيهضر وتيقول عاشا الملك. قلت له لا، ماشي أي واحد قال عاشا الملك راه مواطن مع الملكية، وطني. وعطيته المثال اللي كنقول دائما، قلت له راه كيقولوا ماشي غير عاشا الملك، عايشين معاه وكيبوسوا ليه اليدين ديالو طبقا سميتو البروتوكول ديال المملكه المغربيه، وكانوا بغا يطيحوا به الطياره. هذوك ما كانوش كيقولوا عاشا اكثر من عاشا الملك كاع، راه كيصبح عليه بالله يبارك في عمر سيدي وكيبات الله يبارك في عمر سيدي، وفي الاخر بغا يطيحوا به الطياره. راه كاينه في انفا. يعني هذا ماشي معيار، ماشي معيار نهائيا. انا كنوصي السي المهداوي، الوطنيه ديالك تتحد في حاجه، اللي هي انك ما غادرتيش البلاد وبقيتي كتناضل وتدق عليك وانت جالس في المغرب. هذا رساله كنوجهها ليه، ماشي غير كل مره هذا كيفرضوا عليه. الملكيه كاينه في القلب، الملكيه كاينه هنا، الملكيه كاينه في الاستراتيجيه ديال المغرب. المغرب كنشوفوه بدون ملكيه كيفاش غيكون هذا المغرب؟ ماشي في اللسان، ماشي في اللسان راه بغينا نكثروا. انا خدمت في هذا الشيء، راه كتبغي تريب ليه بالراكب تيبقى ليه القانون كيدير التصاور هذا ويقول لك عاش الملك. شنو الملك قال لك؟ ولا واحد سكران، راه كون قلتها لك، واحد سكران كيجيو ليه الشرطه تيبدا يقول لهم عاش الملك. الملك قال لك دير الفوضى، ترى بالعكس كطيح بالملكيه.